النهارده انا طالع اتكلم عن موضوع مهم جدا 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 ومنتشر اليومين دول وخصوصا في اسوان. هو انتشار بكتيريا الايكولاي، ويا ترى ايه هي بكتيريا الايكولاي وايه سبب انتشارها وكيفية الوقاية منها. النهارده هقول لكم الكلام ده وهتعرفوه دلوقتي. اول حاجة، ايه هي بكتيريا الايكولاي؟ هي نوع من انواع البكتيريا اللي بتعيش في امعاء الانسان والحيوان، بس معظم الانواع دي ما بتبقاش ضارة، ولكن في سلالات منها بتبقى ضارة، وده لانها بتفرز بعض السموم اللي بتأثر على الجهاز الهضمي، وبتبقى ضررها شديد جدا لانها بتؤدي لنزلات معوية حادة، ممكن يبقى فيه اسهال، في قيء، في الم شديد جدا في البطن. بعض الانواع منها خصوصا النوع اللي اسمه O157، وده بيؤدي الى مشاكل خطيرة جدا، واوقات بتوصل للاسف لفشل كلوي، وخصوصا عند الاطفال وكبار السن او المصابين بضعف في جهاز المناعة. طيب سبب انتشارها ايه في اسوان الفترة الاخيرة؟ ده بسبب تلوث بعض مصادر المية والطعام، وده نتيجة انتشار العدوى عن طريق المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي الغير مطابقة للمواصفات، وده سجل عدد حالات كتير جدا هناك، وربنا يعافينا ويبعد عننا الامراض. طبعا في اعراض ليها، في اعراض. اول حاجة ممكن تلاقي اسهال مائي او دموي او الام في المعدة، فقدان في الشهية، حمى مثلا، ارتفاع في درجة الحرارة، في قيء. طيب ازاي نتجنب الموضوع ده؟ نغسل ايدينا كويس جدا بالمية والصابون قبل الاكل وبعد استخدام الحمام. ناكل اللحوم مطبوخة كويس جدا جدا جدا. نغسل الفاكهة والخضار كويس قبل الاكل. نتجنب شرب المية الغير معقمة، وناخد بالنا من القصة دي في الفترة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. وخلي بالكم من نفسكم وحافظوا على صحتكم وصحة اولادكم.